السلام عليكم. مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي يفاجئ النادي الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد ويحذر الفيفا بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل المباراة المرتقبة والتاريخية للنادي الأهلي مع ريال مدريد والتي ينتظرها العالم في قبل نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والتي ستنطلق غدا في تمام الساعة 9 إن شاء الله. فقد صرح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة المغربية وقال: أنا سعيد بتألق الأهلي المصري هنا في المغرب، فأنا قمت بزيارة لاعبي النادي الأهلي ومجلس إدارته هنا من أجل دعمهم قبل مباراة ريال مدريد. فالأهلي يمثل إفريقيا بأكملها في هذا المحفل العالمي بعد خروج الوداد. فالأهلي لديه خبرات كبيرة في كأس العالم للأندية، ومن الممكن أن يفعلها الأهلي ويقصي ريال مدريد من كأس العالم. فالأهلي قادر على فعل ذلك مثل ما فعل المنتخب المغربي وأقصى المنتخب الأسباني والبرتغالي من كأس العالم. فريال مدريد ليس في أفضل أحواله، وهذه فرصة الأهلي من أجل القضاء عليه. ولكن أكثر ما أخشاه هو التحكيم، لأن التحكيم دائما يقف بجانب الفرق الكبيرة وخصوصا الأوروبية، وما بالكم بريال مدريد. وأحذر الفيفا من أي تلاعب من جانب التحكيم في هذه المباراة مثل ما حدث مع المنتخب المغربي في كأس العالم في قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي. وأنا سوف أحضر هذه المباراة وأشجع النادي الأهلي من قلب المدرجات مثل ما فعل الشعب المصري مع المنتخب المغربي ومساندته الكبيرة للمنتخب المغربي في كأس العالم بقطر. وأعتقد أن كل الجمهور المغربي سيمتلئ المدرجات على آخرها دعما للنادي الأهلي مثل ما حدث في المباريات الماضية. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.